بص هو يعني زي ما انا بقول لك المريض ممكن يسيب نفسه فيوصل لمراحل كده. هي الفكره دايما يعني انا يعني ممكن ابتدي الكلام بحاله كانت موجوده عندنا من يومين كده. هو مريض مخبوط في عينه، انا فاكر قال لي من 2017 تقريبا، عنده دلوقتي 25 سنه. فمخبوط في عينه من 8 سنين في عين واحده، وهو عارف ان عنده ثقب في مركز الابصار نتيجه الخبطه دي. ما رضيش يعمل العمليه، سيب نفسه. جاي دلوقتي هو عايز يعمل تصحيح عشان العين الثانيه محتاجه نظاره، مش عايز يلبس نظاره. هو مش يعني خلاص هو استغنى عن عين من عيونه عادي كده. احنا دايما بننصح الناس، انت ربنا خلق لك عينين عشان تحافظ على عينين قد ما تقدر. انت اتخبطت اهو في عينك وانت مثلا عندك 17 سنه، ايه اللي يضمن لك لغايه ما تكبر انك مش هتخبط في الثانيه؟ فدايما طول ما انت عندك حاجه يعني بتحافظ على عين، ولو حتى تحافظ على 10 20% اي حاجه، ما تضمنش نفسك. فانت دايما العين اللي فيها المشكله ما تستناش لغايه ما انت توصل للمرحله النهائيه، انت كده بتصعبها عليها وعلى نفسك. يعني المريضه مثلا اللي هي الميه السوداء دي، لما توصل لمرحله الميه السوداء انا كدكتور مش هعرف اعمل لك خلاص تفتيت او ليزر او كده، مجبر ان انا اعمل لك جراحه. خلاص طيب انت دخلت نفسك في جراحه وغرز، ونتيجه عمليه عمرها ما هتبقى زي نتيجه العمليه بتاعت الليزر عشان انت اتاخرت، مش عشان انا عملت لك عمليه وحشه. خلاص فانت كده اللي اضريت بنفسك. فدايما بنقول للشخص اتعامل مع كل عين على انها الوحيده اللي عندك. ما تقولش والله انا عندي خزنه ثانيه، عندي جزء ثاني مخزون، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني تعامل، لا اصل بيحصل المرضى بتسيب نفسها، ما انا كده كده عايش، ما انا شايف نفسي، ما انا كده، ما يجيش غير هو مضطر. احنا مش عايزين كده. انت كل ما تيجي بدري كل ما انت هتسهل عليا وعلى نفسك، انت اللي هتاخد النتيجه في الاخر.